السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. لو عندك ساعه واحده بس في يومك تتمرن فيها ولا تنام فيها؟ ولو انت فهمت سؤالي فانت هتفهم قصدي. انا بتكلم على التمرين، يعني تتمرن تعمل ارهاق ولا تعمل ريكفري او تعمل استشفاء. والاجابه هتكون هي بلا شك هي على حسب انت عملت ايه او نمط حياتك عامل ازاي. لو نمط حياتك فيه مجهود بدني او ارهاق وانت مش نايم كويس، معناها الريكفري عندك قليله، ولو رحت اتمرنت مش هتستفيد اصلا، بل بالعكس ممكن تضر. اضر ازاي يا دكتور؟ هقول لك الضرر هيجي عن طريق قله الريكفري. قله الريكفري او قله الاستشفاء بتعمل حاجه اسمها ترانزيانت اميون سبريشن، بتعمل احباط في الجهاز المناعي لمده قصيره. الاحباط بتاع الجهاز المناعي ده بشكل عام بيأثر جدا على بنائك للعضلات، تعرضك للامراض المختلفه زي مثلا دور البرد وغيرها. ومن هنا كانت الفكره توزن ساعات نومك بشكل كويس. 6-8 ساعات في جوف الليل هتكون شيء ممتاز جدا. نمت كويس، نمط حياتك ما فيهوش ارهاق كتير، تقدر يا صاحبي في الساعه دي تروح تتمرن بيها وانت مطمئن القلب. ولكن لا تنسى التغذيه الجيده. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله يا ابطال.